أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية في ساوة. تنظيم مهرجان الجالية الإريترية في المملكة المتحدة. مكتب التعليم في صنعاء يقيم أعمال العام الدراسي 2024-2025. مباحثات روسية صينية بشأن ملفات ساخنة. أستراليا تستضيف إحدى أكبر المناورات العسكرية. واتفاق سياسي ينعش مفاوضات التجارة بين أوروبا وإندونيسيا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2024-2025 رسميا أمس الأحد 13 من يوليو. وصرحت الدكتورة بسرات قبرو مدير مركز التقييم والمعايير في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث لوكالة الأنباء الإريترية بأنه من بين 24,092 طالبا جلسوا للامتحانات 50% منهم من الإناث حصل 12.2% على درجة تؤهلهم للبكالوريوس، و7.6% على درجة تؤهلهم للدبلوم. وأضافت أن الفجوة في التحصيل الدراسي بين الإناث والرجال تتخلص يوما بعد يوم، وحثت الناجحين في الكليات على اتباع قواعد وإرشادات الكليات والعمل بجد لتحقيق الأهداف. وأضافت الدكتورة بسرات أن على من رسبوا في الامتحانات أن يدركوا أن هذه ليست المرة الأخيرة، وأن لديهم فرصة لإعادة الامتحان. وأجريت الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2024-2025 في الفترة من 17 إلى 23 من مارس في جميع أنحاء البلاد وفي مدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية. وبلغت نسبة المتقدمين للامتحان 84.1% من الطلاب المنتظمين في مدرسة ورساي كالو وطلاب كليات المدارس الفنية، بينما بلغ عدد المتقدمين لإعادة الامتحان 3,861 طالبا. نظمت الجالية الإريترية في المملكة المتحدة مهرجانها السنوي يومي 12 و13 من يوليو في لندن. وافتتح مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية بالمملكة المتحدة وأيرلندا السيد صالح عبد الله المهرجان الذي شهد مشاركة حوالي 2000 مواطن من مختلف المدن البريطانية. وفي كلمته شكر كل من رئيس لجنة المهرجانات السيد مولو برهان برهي ورئيس اللجنة الوطنية السيد أحمد محمود جميع من ساهم في إنجاح التجمع الوطني. وأكد مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة السيد صالح عبد الله أن مهرجان 2025 يقام في وقت يركز فيه شعب وحكومة إريتريا على التنمية دون أن تعيقه العدائيات والدسائس، موضحا أنه مناسبة لتجديد العهد في المساهمة والالتزام بإعمار البلاد. بدوره أشار رئيس الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولد يوهنس أن إريتريا تؤدي دورها في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التركيز على التنمية دون الانحراف عن مسارها الوطني وخياراتها السياسية. وشهد اليوم منح شهادات تقدير للشباب المتفوقين دراسيا والحاصلين على الشهادتين الأولى والثانية، ووزعت الكؤوس والميداليات على المشاركين في المسابقات. ارتفع معدل نجاح الطلاب في مديرية صنعاء بينما انخفض معدل التخلف عن الدراسة في العام الدراسي 2024-2025 حسب ما جاء في التقييم الذي أجري في مدينة صنعاء من 8 وحتى 10 من يوليو الجاري. وأوضح مسؤول خدمات التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد بمقارنة العام الدراسي 2024-2025 مع العام الدراسي 2023-2024 بذكر أن 15,500 طالب 47% منهم من الطالبات تلقوا التعليم في المديرية مع ارتفاع نسبة النجاح ب 7.5% وانخفاض نسبة التخلف عن الدراسة ب 4.3%.
وفي هذه الاجتماعات تم تقديم ومناقشة التقارير حول العمل المنجز من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ومساهمة المجتمع في عملية التعليم والتعلم، والجوانب الإدارية والمهنية وتقدمها، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية. وحث مسؤول التدريس الأستاذ برهان يوهنس بدوره المؤسسات التعليمية على تعزيز علاقاتهم بأولياء الأمور لتحديد والتعرف على مشاكل الطلاب وإزالة النقائص والمشاكل التي تعيق عملية التعليم والتعلم والحد من التخلف الدراسي. وأخيرا اقترح المشاركون ضرورة حل نواقص البنية التحتية في المدارس بالتعاون مع لجان أولياء الأمور وسد النقص في المعلمين الناطقين بلغة الأم، وتعزيز برامج تنمية الموارد البشرية وتوفير النقص في الكتب المدرسية الناطقة بلغة الأم. حصل أكثر من 250 عضوا من الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب، بما في ذلك 105 من النساء، على فحوصات صحية مجانية للعين في مدينة كرن في 12 من يوليو. وتم تنظيم هذه الحملة من قبل المكتب المركزي للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بالتعاون مع مستشفى كرن والدكتور سنايد فسحية القادمة من المملكة المتحدة. وأوضح مسؤول خدمات العلاج الطبيعي والوخز بالإبر السيد رزان مبرهتو إن الجمعية تجري حملة في كل عام للتحقق من الحالة الصحية لأعضائها، وإن الحملة بدأت هذا العام في شهر إبريل بفحص الأعضاء في الإقليم الأوسط. وخلال فحوصات المسح تم توزيع 120 نظارة طبية، وتم توزيع الأدوية على الآخرين حسب الحاجة، بينما تم إرسال 25 مريضا كانوا بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات كرن وأسمرة للمزيد من العلاج. وأضاف مسؤول فرع الجمعية في إقليم عنسبة السيد شمولة والدقرقيش بدوره إن الجمعية تأخذ صحة أعضائها على محمل الجد، وإنه يتم تقديم العكازات والأدوية على الأعضاء الذين يعانون من مشاكل في الأطراف والحركة، فيما تقدم رعاية طبية لمن يعانون من مشاكل في النظر، بالإضافة إلى دعم صحي بتغطية 70% من تكاليف العلاج الشخصي للأمراض والمراجعات الصحية الأخرى. وأعرب الأعضاء الذين تلقوا العلاج للجمعية شكرهم للجمعية على جهودها في التعرف على حالتهم والاطمئنان على صحتهم ورعايتهم دوريا بتنظيم حملات الفحوصات الطبية. حث الطبيب العام بمستشفى مندفر المرجعي الدكتور محمد إدريس راكبي الدراجات الهوائية على ارتداء الخوذة لتخفيف عواقب الحوادث، وذكر إن الخوذة أساسية كونها أحد معدات السلامة الشخصية، وإنه يجب على كل راكب دراجة أن يرتديها، مضيفا أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية هناك حوالي 41 ألف حالة وفاة سنويا بسبب حوادث الدراجات في جميع أنحاء العالم، وإن عدم ارتداء الخوذة يعتبر أحد المسببات التي تزيد من خطر الوفاة ب3 أضعاف. وأضاف الدكتور محمد موضحا أن الخوذة ليست مخصصة فقط لمتسابقي الدراجات، بل إن أكثر الأسباب الشائعة هي عدم التحقق من صحة الدراجات قبل ركوبها، وعدم اتباع القواعد المرورية، والركوب بدون أضواء أو العاكسات في الظلام، وركوب أكثر من شخص على الدراجة، وارتداء سماعات الأذن هي الظواهر الخطيرة الرئيسية، وإنه يجب الانتباه لها بجدية. ويمكن أن تتراوح حوادث الدراجات من إصابات خفيفة في الجلد والكبد والأمعاء والكلى إلى الكسور وإصابات الرأس الشديدة، مما يجعلها السبب الرئيسي للوفاة في حوادث الدراجات. أفاد مدير مديرية مندفر السيد قياس وهبة أن أنشطة التشجير التي بدأت في شوارع المدينة في عام 2014 توسعت لتشمل المساحات المفتوحة حول المدينة في عام 2018 وتحقق تقدما جيدا. وأشار إلى أن البرنامج تم إطلاقه بمشاركة سكان 4 إدارات ضواحي وحملة الطلاب التنموية الصيفية، وإن الضواحي تعمل على مراقبة الأشجار بتخصيص عمالة، مما أدى إلى تقدمها ونموها إلى مستويات جيدة. وذكر أنه سيتم العمل على مواصلة دراسة المساحات المفتوحة في المستقبل. وتقع مدينة مندفر على بعد حوالي 54 كيلومترا جنوب العاصمة أسمرة، ويقطنها أكثر من 33 ألف نسمة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية.
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بكين محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي شملت عددا من الملفات الساخنة، خصوصا الوضع في أوكرانيا والعلاقات مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف ووانغ بحثا العلاقات مع الولايات المتحدة وآفاق تسوية الأزمة الأوكرانية. وأكدت الخارجية أن الجانبين تطرقا إلى مواضيع ساخنة أخرى مثل النزاع الإسرائيلي الإيراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية. وقال بوتين إن الغرب أراد تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا. والتقى لافروف مع وانغ يي في بكين، ومن المقرر أن يحضر لافروف اجتماعا لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون مع الصين. انطلقت في أستراليا مناورات تاليسمان سايبر 2025، إحدى أكبر المناورات العسكرية متعددة الجنسيات في العالم، بمشاركة أكثر من 30 ألف جندي من 19 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان وكندا، إلى جانب القوات الأسترالية. وتهدف المناورات التي تستمر عدة أسابيع إلى تعزيز الجاهزية القتالية المشتركة وتطوير القدرات الدفاعية والتنسيق العملياتي بين القوات المشاركة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وتشمل التدريبات الأساسية تمارين برية وبحرية وجوية مع محاكاة لسيناريوهات قتالية معقدة تركز على التنقل السريع والدفاع السبراني والرد على التهديدات غير التقليدية. وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن هذه المناورات تعكس الالتزام المشترك بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز قدرات الردع الجماعي في مواجهة أي تهديدات محتملة. أعلن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا التوصل إلى اتفاق سياسي جديد يهدف إلى دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، في خطوة اعتبرتها بروكسل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي مع أحد أكبر اقتصادات جنوب شرقي آسيا. ويسمح الاتفاق بتمهيد الطريق أمام إزالة الحواجز التجارية والجمركية، ما قد يؤدي إلى تعزيز تدفقات السلع والخدمات وتوسيع الفرص أمام الشركات الأوروبية في السوق الإندونيسية، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية. من جانبها تسعى إندونيسيا إلى الاستفادة من الاتفاق لجذب الاستثمارات الأوروبية وتوسيع صادراتها الزراعية والصناعية، خاصة في ظل سعيها لتنويع الشركاء التجاريين. ويتوقع أن يسهم الاتفاق في رفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين الذي بلغ أكثر من 25 مليار يورو في عام 2022 وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 4 مليارات دولار عام 2026 و3.5 مليارات أخرى عام 2027 في مواجهة تهديدات متراكمة. وقال ماكرون في خطابه التقليدي للقوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي إن تحديثا لقانون البرمجة العسكرية لفترة 2024-2030 سيقدم في الخريف. وبهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريبا خلال 10 سنوات في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليارا عام 2027. وفي حين يتعين على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدد ماكرون على استحالة المضي قدما في إعادة التسلح عبر الاستدانة. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية في ساوة. تنظيم مهرجان الجالية الإريترية في المملكة المتحدة. مكتب التعليم في صنعاء يقيم أعمال العام الدراسي 2024-2025. مباحثات روسية صينية بشأن ملفات ساخنة. أستراليا تستضيف إحدى أكبر المناورات العسكرية.
واتفاق سياسي ينعش مفاوضات التجارة بين أوروبا وإندونيسيا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.